رواد، في البداية، هل أن القصف ما زال متواصل على حي البرزة وكذلك على منطقة الغوطة في دمشق؟ نعم، السلام عليكم. دعنا نبدأ سيدي مع رنكوس في القلمون، هذه البلدة المحررة التي تقع على الحدود السورية اللبنانية عند الجبال الفاصلة بين لبنان وسوريا، والتي شهدت اليوم انفجار لسيارة مفخخة استهدفت مسجد خالد بن الوليد الواقع في سهل البلدة. الاستهداف كان عند خروج المصلين. المعلومات التي تأكدنا منها حتى هذه اللحظة وقوع أكثر من 42 شهيد، طبعا بالإضافة لعدد كبير من الجرحى ودمار هائل في المباني واشتعال العديد من الحرائق. حقيقة من شدة قوة الانفجار سمع في أغلب مدن وبلدات القلمون الغربي. ولم يكتفي نظام الأسد من هذا، بل بدأ بالقصف الصاروخي والمدفعي الذي استهدف التشييع لأحد الأشخاص الذين استشهدوا في التفجير، أو أيضا أوقع عدد من الجرحى وشهيد على الأقل. طبعا نتحدث عن العاصمة دمشق وحي برزة والقابون، هذه الأحياء التي تعرض لحملة شرسة من القصف ومحاولات الاقتحام، حيث تعرضت برزة اليوم لقصف عنيف من المدافع الثقيلة مصدرها مبنى البحوث العلمية. حقيقة الاشتباكات كانت على أشدها في المنطقة الواصلة بين برزة والقابون عند حاجز البلدية، حيث تحاول قوات الأسد اقتحام المنطقة مستعينة بالدبابات وعربات البي ام بي وسيارات الدوشكا، حيث تم استخدام تعزيزات جديدة مساء أمس، ولكن أبطال الجيش الحر تصدوا لهم. هناك نقطة هامة، يوميا هناك ما يزيد عن الخمسة أو عشرة عناصر يلقون مصرعهم على تلك الجبهة، كما يصرح الجيش الحر يوميا. ننتقل إلى جنوب العاصمة وتحديدا مخيم اليرموك، الذي يتعرض لقصف هو الأعنف على مدار العدة أيام الماضية، حيث تم استهداف الحي فجر اليوم بصواريخ من نوع أرض أرض، بالإضافة لقذائف هاون ومدفعية ثقيلة أيضا. عظمية الشام ودارية ونهر عيشة والتضامن، هذه المدن كلها اليوم شهدت قصف ممنهج من قبل قوات الأسد. طبعا الحالة الإنسانية باتت معروفة لدى الجميع، لا غذاء ولا ماء ولا دواء، الطعام من أوراق الشجر. هناك حصار مطبق منذ أكثر من 10 أشهر، وخذلان واضح من الجميع، رغم كل المقاطع والصور التي بثيناها، إلى أنها لم تحرك ضمائر العرب والمسلمين ولا حتى الغرب. بشكل عام يوميا هنالك شهيد، إن كان طفلا أو امرأة أو رجلا نتيجة الجوع. أهلنا يموتون نتيجة الجوع، والعالم كله يتفرج، إن كان في الغوطة الشرقية أو في الغوطة الغربية أو في الأحياء الجنوبية. الوضع تعيس للغاية سيدي الكريم. نحن بدورنا نطالب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن بفتح معابر إنسانية، إن كانوا لا يزالون يملكون بعضا من الإنسانية. تحدثنا عن حالة إنسانية، اسمح لي أن أعود إلى الريف الشمالي من العاصمة ومنطقة القلمون، التي بدأت قوات الأسد بحملة التجويع، حيث تم قطع جميع المواد من ديزل ومواد غذائية وطبية، المواد الغذائية من طحين وغيره. الغاز من أول الأسبوع رواد، الماضي أيضا مقطوع، حيث تم إغلاق جميع. نعم. رواد، وسط كل هذه الحالة الإنسانية التي تتحدث عنها، هل هناك ردود فعل من الشعب السوري حول القرار الأممي الأخير بشأن الملف الكيميائي السوري؟ نعم سيدي الكريم، الشارع في الوسط، وسط الشارع السوري، الشارع السوري كله مستاء من التصريحات والوعود الواهية التي يعدون بها الشعب السوري. لم يعد احد يثق في حتى المعارضه الخارجيه. منذ يومين تم الإجماع على سحب الثقة من الائتلاف الوطني أو حتى الحكومة الوطنية، أيضا بالإضافة إلى المجلس الوطني. لم يعد أحد في الشارع السوري يثق في المعارضة الخارجية. الدول الأوروبية كلها تعد مرارا وتكرارا، يعدون الشعب السوري بالتحرك، إن كان من إرسال سلاح إلى المقاتلين السوريين أو إرسال معونات أو غذاء أو دواء، ولكن لم نرى شيئا حتى الآن. لذلك الشعب السوري كله يئس من هذه التصريحات، ولم يعد يثقون بأي قرار من المجتمع الدولي. الناشط رواد الشامي حدثنا من العاصمة السورية دمشق، شكرا جزيلا لك. هذا وافتتحت بلدية غازي عنتاب جنوب تركيا مدرسة للطلاب السوريين في